عارفين ليه صيام يونان مدته 3 أيام؟ صوم يونان هو واحد من أصوام الدرجة الأولى القصيرة قوي، ومدته 3 أيام بس. والمعروف عن الصوم ده إنه اسمه صوم يونان، لكن والحقيقة إن الصوم ده ملوش علاقة بيونان أصلاً. فالصوم ده بتاع أهل نينوى، فيونان صام لوحده لمدة 3 أيام و3 ليالي كاملين، وده لما كان موجود جوه بطن الحوت. ويونان عنده أسرار كتير جدا مش مذكورة في السفر بتاعه، لكن اتذكرت في أسفار تانية، وقصصه غريبة واللي هنعرفها بالتفصيل في حلقة شرح سفر يونان في 10 دقايق بس، واللي هتكون موجودة على قناتنا قريب جدا. تابعونا هناك. ودايما صوم أهل نينوى بيجي قبل الصوم الكبير بحوالي 15 يوم تقريبا. وخلال ال3 أيام بتوع صوم أهل نينوى كل الكنايس بتعمل قداسات، والصوم بيكون انقطاعي ومش مسموح بأكل السمك فيه نهائياً. ففي الفترة دي إحنا بنتشبه فيها بأهل نينوى لما قرروا إنهم يتوبوا ويرجعوا لربنا مرة تانية. وإنت كمان صلي معايا وقول: يا رب، زي ما رحمت يونان وهو هربان، ارحمنا وإحنا تايهين. وزي ما اديت أهل نينوى فرصة يرجعوا، ادينا إحنا كمان قلب يعرف يتوب وما يهربش من صوتك، لأنك إله رحمة بتفرح بالرجوع أكتر ما بتحاسب على الغلط. آمين.